نتأخر، لكن راح أخذ لك كلمة من هذه الكلمات الثلاثة، ألا وهو الكلام عن قبر الحسين وتراب قبر الحسين سلام الله عليه. راح أتكلم عن بعض المزايا والخصائص التي يمتاز بها ويختص بها تربة الحسين. سمعون أرجوكم. شنو ذن المزايا؟ أول مزية الشفاء في تربة الحسين سلام الله عليه. ولذلك اسمع شو يقول هذا الشيخ صالح ابن العرندس. هذا رجل عالم، رجل فقيه، وأيضا أديب، يتكلم ويعطي فرد أبيات شعرية حول الحسين. اسمع شو يقول من ضمن هاي الأشعار تحكي هذا الحديث قولي محمد صلى الله عليه وآله. شو يقول؟ له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب فيها الدعاء إذا مسه الضر، ذرية منه 9 أئمة الحق أو أئمة الصدق لا 8 ولا 10، هم 9 من أولاد الحسين سلام الله عليه. له تربة فيها الشفاء، فالشفاء في تربة الحسين. لكن تعالوا خلينا نتعلم شلون فيها الشفاء، شلون ناخذها. أولا تراب قبر الحسين جائز أكله، لكن غير تراب قبر الحسين حتى تراب قبر رسول الله علي بن أبي طالب الزهراء لا يجوز أكله أبد، حرام. هذه ميزة اختص بها الحسين سلام الله عليه. جاي ينزل مله يقول هذه مزية للحسين سلام الله عليه. لكن شوف كيف يكون فيها الشفاء. اسمعني، هاي فيها عدة شروط حتى يصير بيها شنو؟ شفاء. الشرط الأول الشفاء والاستشفاء فيها. يعني شنو؟ ما يصير واحد يجي ياكل التربة بدون ما متمرض، هو يكون هو مريض حتى يجيها لمن؟ للشفاء شنو؟ والاستشفاء. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن تكون قليل. شنو هاي؟ طبعا روايات عن الإمام الصادق، أنا جاي أحكي لك. قليل بقدر الحمصة، يقول أزياد ما يجوز، حرام. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون بعقيدة راسخة. يجي واحد يريد يقول أنا آكل تراب قبر الحسين، أنا أريد الله يشافيني بتراب قبر الحسين، أجب عقيدة وبإخلاص، عقيدة راسخة، مو لغرض التجربة والله لو أطيب لو ما أطيب. طبعا هذا شنو هي كلها يشتغل بالعقيدة. خلينا أروي لك هذه الرواية. يجي واحد للإمام الصادق، دائما يطلب على الإمام الصادق عليه السلام، يقول دخل إلى الإمام الصادق سلم عليه الإمام الصادق، شافه هذا مريض وجهه أصفر كأنه تعبان مريض، أكو مرض عنده. قال له كأنك مريض؟ قال اي والله سيدي ومولاي أنا مريض. قال له راح أوديك إلى علاج، هذا العلاج تأخذ الطيب. قال له اذهب إلى قبر جدي الحسين وخذ منه تراب بقدر الحمصة وتناول هذا التراب. يقول راح ثاني يوم اجى
بعد أصفر مريض، قال له أنت البارحة رحت إلى قبر جدي تناولت التربة؟ قال له بلى سيدي ومن. قال له شو بعدك أصفر؟ لعله ذهبت لغرض التجربة. قال بلى والله سيدي ومولاي، أنا ذهبت لغرض التجربة، طيبني ما يطيبني أنا أكلتها بعد. قال له اذهب بعقيدة راسخة بأنه يشافيك الله ببركة هذه التربة، لأن من ملازمات الحسين سلام الله عليه. يقول ذهب، ثاني يوم اجى وإذا به هذا المريض قد شوفي ببركة تربة الحسين سلام الله عليه. يقول ذول الكيميائيين اجوا يكذبون، يقولون عم شنو هاي، اجوا حللوا هذه التربة وجدوا فيها مواد كيميائية تدخل في عقاقير الطب تقضي على جميع مرض، هم يقولون وإن كان هذا المرض سرطان، لكن شنو؟ اسمع مولانا، ذن الثلاث شروط تشتغل شنو؟ تشتغل به. هاي المزية الأولى. المزية الثانية السجود على تربة الحسين عليه السلام يختلف مع السجود مع غير تربة الحسين، اكو ثواب إلها عظيم. يقول كان الإمام الصادق سلام الله عليه كان يحمل تراب من قبر جده الحسين، يضعه في منديل ويضعه في جيبه. يقول إذا اجى وقت الصلاة يطلع هذا المنديل اللي بيه تراب قبر الحسين ويسجد عليه، فمن يخلص يسألونه أصحابه لماذا سيدي ومولاي هذه التربة؟ إيش قال لهم؟ قال لهم لأن السجود على تربة جدي الحسين تخرق الحجب السبعة بأجمعها. كله يريد يناقشني واحد، أنا الحسين حالة استثنائية عند الله تبارك وتعالى، ولذلك الإمام الصادق شو يقول؟ الحسين كلنا شنو؟ سفن النجاة، والحسين سفينته أوسع وفي لجج البحار أسرع. يعني شنو؟ إذا تصعد بسفينة الإمام الصادق ما توصل بسرعة سفينة الحسين. هاي كلها حالات استثنائية، حالات استثنائية الله الطاهية، لأن الحسين أعطى كل شيء لله. الله أكرم أم الحسين؟ منو؟ إذا الله أكرم الحسين أعطى لله كل ما يملك. الله ايش ينطي؟ يعطي كل ما يملك، لأن الحسين الله أكرم من الحسين. هاي المزية الثانية. المزية الثالثة، سمع أرجوكم، شايف هذا العدة كهرب سبحة، والعدة يسر، والعدة عاج، والعدة تراب الكهرب، هاي كلها ايش يسوي؟ خب سبحة بعد كهرب بمليون، ما مو اكو هيك، لكن ثوابها في التسبيح مثل ثواب تربة الحسين سلام الله عليه. اسمعني يقول التسبيح في تربة الحسين سلام الله عليه وإن لم يسبح الثواب يعطيه يا الله سبحانه وتعالى، يكتب له أجر الله سبحانه وتعالى وإن لم يسبح. اسمع ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إلا تربة جدي الحسين سلام الله عليه
وإن لم يسبح بها، هي تسبح الله وأجرها إلى حاملها. حاطها بجيبك، يكتبون تسبيح تربة الحسين. هاي خب تعال تأكد انت، هاي تراب قبر الحسين، سوي سبحة، هاي الثواب كله إله. اسمع، المزية الرابعة، المزية الرابعة يقول اكو اطفال يتأخرون بالنطق. انا خب اعرف اطفال عندنا في عشيرتنا قريبين علي 3 سنوات وهم ناطق. يقول هاي تربة الحسين تنفعه، تخلي هذول الأطفال ينطقون بسرعة. يقول اجت امرأة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قالت سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، أنا لي ولد طفل ما ينطق، عمره 3 سنوات. قال اذهبي إلى قبر جدي الحسين، هذا الصادق اسمع، وخذي من تراب قبره بقدر الحمصة، هاي الشروط، وضعيه في فمه. ذهبت هذه المرة، اجت إلى قبر الحسين، أخذت من تراب قبر الحسين اللي وصاها الإمام الصادق، وضعته في فمه، وإذا بالطفل ينطق من ساعته. هذا الحسين يا أخي، والله الحسين يستاهل كل شيء من الله، أعطى كل ما يملكه لله تبارك وتعالى. مو هذا الملك اجا ملك بالصيد، يقول ورا الضب يركض بالسهم ماله، ورا الغزال تاه، راحت الحاشية مالته، راحوا كلهم، الغزال تاهت عليه، عطش جوع، وإذا بي يشوف خيمة، سمع أرجوك، يشوف خيمة، راح للخيمة لقى امرأة عجوز، لقات اجا ابنها، قالت له يمه هذا ضيفنا، شلون نريد نسوي له اكل؟ قال والله احنا ما عندنا بس هاي الشاة، حليبها وشغلاتها ناكل من عندها، لكن اكراما للضيف احنا نذبح هاي الشاة، بس هاي الشاة عندنا. اسمع، ذبحوها له، اكل، من راد يطلع، اجى النهار صار ضوء حتى يروح، قال لهم انا اشكركم، انا ملك هاي الحيرة كلها، من تحتاجون شيء تصير ضيق عليكم تجوني للقصر. صار الضيق عليهم، وين راحوا للملك، اسمع مولاي، طبوا للقصر، قعدوا الوزراء كلهم، الحاشية كلها، قال لهم هذول في يوم من الأيام اللي تيهت، تدرون انتم تيهت وبتت وثاني يوم يلا جيت، ذولا ذبحوا لي كل ما يملكون، ذبحوا لي الشاة كل ما يملكون، أنا بالمقابل شطيهم. جماعة قالوا له اعطيهم 1000 شاة بدال الوحدة، جماعة قالوا له اعطيهم فلوس فوق الشاة، جماعة اعطيهم، جماعة قال لهم لا، أنا راح أحكم إيش أنطي. هم شطوني، انطوني كل ما يملكون، أنا من هنا راح أعطيهم كل ما أملك. شال التاج من على راسه وخلاه على راس الولد، قال لهم هذا كل ما أملك، هو الملك إله. كبيرة على الحسين، الله يعطيك كل ما يملك. الحسين أعطى لله روحه، أولاده ما قصر ويا الله الحسين. الله تريدونه يقصر ويا الحسين؟ أبد لا والله. تعالوا إلى المزية الخامسة وهي الأخيرة إن شاء الله. هاي المزية أريدك تصفل لي بيها.
تعال بقلبك وروحك. هسه من يقول لي واحد ما يموت لو كل احنا نموت؟ ها؟ كل احنا نموت، وين يودونه؟ للقبر. هسه في اي ارض، هسه كان بالنجف، كان في المدينة، كان لابد ان ندفن في قبورنا. يقول هذه التربة، تربة الحسين، تنفع الميت في قبره. ولذلك هسه حتى من نروح احنا ندفن، شو يقولون لنا؟ ارجوكم جيبوا لنا تربة الحسين نروح نشتريها، ويخلوها وين؟ خلوها بقبر الميت، بركة تراب قبر الحسين. اسمع، يقول اكو امرأة، هاي الامرأة زانية اجلكم الله. هسه زانية بسيطة فوق الزنا، تنجب اطفال. من تنجب الطفل شو تسوي؟ تحرقه وتدفنه، حتى عشيرتها شنو؟ يضيع عليهم. يقول هاي المرأة ماتت، اولا من اللي يعرف بيها؟ اللي يعرف بيها بس امها بس. اجوا العشيرة شالوها، وين يودوها؟ حتى يقبروها في قبرها. اجوا حفروا اول قبر، وضعوها في القبر، طلع الدفان، واذا بالارض تقذف هذه المرأة الى الخارج. قالوا هاي شنو؟ حفروا الثاني، حفروا الثالث، الارض ما استقبلتها. سووا، قالوا بعد ما منها شارة، لازم نروح للامام الصادق. راحوا للامام الصادق. الامام الصادق يعلم وما ينطق عن الهوى، مو يقول اجوا دخلوا وقالوا له سيدي ومولاي هيك القضيه. قال لهم اولا امها موجوده؟ قالوا له اي امها موجوده. دزوا له على امها، بس هو وامها. قال لها انت تدرين بيها شنو ما شنو ايش تعمل؟ قالت له والله انا كل شيء ادري بيه، تعمل كيت وكيت. قالها ان الارض لا تستقبل هذه المراه، لكن اذهبوا الى قبر جدي الحسين وخذوا من تراب قبره وضعوا هذا التراب معها في القبر. يقول حفروا، جابوا تراب القبر، خلوها دفنوها، واذا بالارض قد استقرت ودفنت هذه المرأة، واهالوا التراب عليها ببركة من؟ ببركة تربة الحسين، ببركة الامام الحسين سلام الله عليه. هذه التربة لها قدسية قبل الحسين؟ لا، عندما دفن الحسين صارت شنو؟ صارت القدسية، وصارت هذه المزايا والخصائص. ولذلك الإمام الصادق في الزيارة ماذا يقول؟ يقول اسمع: طبتم وطابت الأرض التي فيها شنو؟ فيها دفنتم. هاي الأرض مو طيبة من بعد دفن الحسين، دفن الأجساد، دفن الأصحاب، دفن أبو فاضل. هاي يلا طابت هذه الأرض. احنا هاي الأيام وهاي الليالي كلها بالحسين، واللي متوفي مصاب على قلوبنا، المتوفي خادما للحسين حقيقة. أنا أعرف عنه رحمة الله تعالى عليه. اليوم شو تسوي؟ اسم الأبو بيمن اليوم من يوديك؟ هم إلى كربلاء. زين العابدين مع أبيه الحسين. يقول زين العابدين سلام الله عليه من بعد استشهاد الحسين اتخذ اسلوبا 34 سنة من الاساليب البكاء على الحسين. كل شيء يشوفه يذكره بالحسين، يبكي الامام السجاد سلام. ولذلك السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه أضواء على ثورة الحسين يقول:
الإمام السجاد من البكائين الخمسة، من البكائين الخمسة، فكان يبكي. السيد يقول هاي بالأضواء: ويخلط دموعه مع الطعام والشراب. 34 سنة يقول: ولكن البكاء ليس أسلوبا أعلى الأساليب في نشر المظلومية. قالوا له سيدنا العشق، قال: الكلام أفضل، بالكلام توصل. قال: لكن الإمام السجاد كان مطاردا من الدولة الأموية، وكان في تقية مكثفة، اللي يجي يقطعون راسه، لا يخلون واحد يروح له ولا هو يروح الواحد. فاتخذ اسلوب البكاء حتى يوصل شنو؟ مظلومية أبي عبد الله. أي مظلومية؟ يقول: أنا رأيت أبي الحسين و17 من أهل بيتي كلهم مقطعين أربا أربا على رمضاء كربلاء.